النهارده هنتعلم مع بعض ايه هي الرولز يعني القواعد اللي نمشي عليها علشان نضيف الاي ان جي بنضيفها في البريزنت كونتينوس او في اي زمن تاني محتاج الاي ان جي. اول رول عندنا او اول قاعده عندنا ان احنا بنضيف اي ان جي للفيربس عادي، زي مثلا فيرب زي look انظر، ممكن نحط لها اي ان جي هتبقى looking. زي كمان الفيرب بتاعنا jump يقفز، نحط له اي ان جي هتبقى jumping. دي اول رول عندنا ان احنا بنضيف اي ان جي عادي جدا. طيب الرول اللي بعدها او القاعده اللي بعدها بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا لو الفيرب اللي احنا عايزين نحط له اي ان جي في اخره at the end. يعني ايه at the end؟ يعني في النهايه بتاعته، في نهايته في letter E، يعني في E في نهايته، في E. يبقى الفيرب بتاعنا النهاية بتاعته آخره E، نعمل إيه في الإي؟ نحذفها، نضيعها، نمشيها، نحذف الإي، ونضيف اي ان جي، نحذف الإي ونضيف اي ان جي. يبقى القاعدة التانية أو رول نمبر 2، لو الفيرب بتاعنا آخره إي بنعمل إيه؟ لما الفيرب بتاعنا آخره إي بنحذف الإي وبنحط أي إن جي. زي فيرب live يعيش، آخره إيه؟ live آخره إي. طب أنا لو عايزة أضيف له أي إن جي هيبقى living، نشيل الإي ونحط أي إن جي. زي فيرب have، لو أنا عايزة أحط له أي إن جي أحذف الإي وأحط أي إن جي هيبقى having. زي فيرب مثلا make يصنع، make اخره ايه؟ اخره اي، اعمل ايه عشان اضيف له اي ان جي؟ احذف الاي واضيف له اي ان جي هيبقى making. يبقى الرول نمبر 2 لو الفيرب بتاعنا، القاعده الثانيه لو الفيرب بتاعنا اخره في النهايه بتاعته اي بنعمل ايه؟ بنحذف الاي وبنضيف اي ان جي. طيب تعالوا نشوف رول 3 او القاعده الثالثه. القاعدة الثالثة بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا لو الفيرب بتاعنا فيه one vowel. يعني إحنا دلوقتي بنتكلم عن الفيرب، بصينا في الفيرب بتاعنا لقينا فيه one vowel. مين هو الفاول؟ يعني فيه حرف متحرك واحد بس حرف متحرك. تمام. طب وإيه كمان يا مس؟ ويكون يا حبايبي قبل الأخير مكانه، المكان بتاعه قبل الأخير. يبقى الفيرب بتاعنا المكان بتاعه قبل الأخير، قبل الحرف الأخير. نعمل إيه يا مس؟ نعمل إيه يا مس؟ نعمل دبل، يعني نكرر الحرف الأخير. هوريكم دلوقتي. لو أنا عندي فيرب زي فيرب run، بصوا كده في run في one vowel أهو، حرف واحد متحرك أهو اللي هو اليو، ومكانه قبل الحرف الأخير، نعمل إيه في run؟ نعمل دبل. يعني إيه دبل؟ يعني نكرر الحرف الأخير اللي عندنا. الحرف الأخير اللي عندنا هو ال N، يبقى RUNNING. يبقى تاني، امتى بنعمل دبل؟ يعني ايه دبل؟ يعني بنكرر لما بيكون الفيرب بتاعي في واحد بس متحرك مكانه قبل الأخير، واحد بس متحرك مكانه قبل الأخير. اديكم اكزامبل تانية. لو أنا عندي فيرب زي فيرب sit، بصوا كده sit يجلس، ده فيرب بمعنى يجلس. الفيرب ده ابص فيه في اي، واي ده حرف واحد متحرك، مكانه فين؟ مكانه قبل التي، قبل الاخير. التي بتاعنا هي الاخيره، يبقى نعمل ايه في التي؟ هنعمل لها دبل ونقول عليها sitting. نعمل دبل للتي ونحط اي ان جي. زي فيرب تاني زي فيرب كلاب يسقف. بصوا الكلاب في A، ال A دي مكانها فين؟ مكانها قبل الأخير، واحد بس فاول مكانه قبل الأخير. نعمل إيه بقى في الكلاب؟
نعمل دبل للحرف الأخير ونضيف ING هتبقى clapping. طيب رول نمبر 4 ودي مهمة جدا، ما بنعملش دبل، don't double، يعني ما بنكررش يا شباب أي verb لو في القاعدة دي. ثواني يا نورين، لو في القاعدة، ثواني يا لمار، لو الفيرب ده آخره X أو W أو Y ما بنعملش دبل، يعني don't double، ما بنعملش تكرار للفيرب اللي فيها X و W و Y. يعني يا ميس لو انا عندي فيرب زي فيرب بلاي، بصوا كده بلاي اهو في 1 فاول، اهو 1 فاول اللي هو الاي مكانه قبل الاخير، بس الفيرب بتاعك اخره مين؟ اخره واي. الواي يا حبايبي ما بنعملهاش دبل، يعني مش بنكررها. مين اللي مش بنعمل لها دبل حتى لو في 1 فاول؟ الاكس ولا الدبليو ولا الواي. يبقى في الحاله دي هنضيف بلاي زي ما هي، ما نعملش دبل ونحط ING. زي فيرب فيكس يصلح فيكس فيها 1 فاول اهو الاي، المفروض القاعده الاولى القاعده اللي قبلها بتقول ايه؟ هنا بنعمل دبل. هقول لك لا، ما ينفعش هنا نكرر الحرف الاخير. ليه يا مس ما ينفعش نكرر الحرف الاخير؟ عشان عندي اكس وي دونت دبل، ما بننفعش نكرر الاكس ولا الدبليو ولا الواي. يبقى نحط فيكس ونحط لها ING على طول. لما يكون عندي فيرب زي فيرب سنو، تتلج، الدنيا بتتلج، سنو فيها او، شايفين الاو مكانه قبل الاخير، نعمل دبل؟ اقول لك لا ما نعملش دبل. ليه يا ميس؟ وي دونت دبل، ما بنكررش لا الاكس ولا الدبليو ولا الواي. هنا عندي دبليو فانا احط سنو زي ما هي واضيف لها ING. يبقى رول نمبر 4 we don't double، ما بنعملش دبل، ما بنكررش لا الاكس ولا الدبليو ولا الواي. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض اكسرسايز كده ونشوف القواعد الرولز اللي قلنا عليها. الدبل لازم يكون فين؟ نعمل دبل امتى؟ نعمل دبل امتى؟ خلي بالكم الحته دي، يكون في حرف واحد بس متحرك، لازم في الكلمة يكون حرف واحد بس متحرك. طيب الشرط التاني يكون مكانه قبل الحرف الأخير، مكانه قبل الحرف الأخير. والشرط التالت ما يكونش فيه لا إكس ولا دبليو ولا واي، ما يكونش فيه لا إكس ولا دبليو ولا واي. في الحالة دي بس نعمل دبل. لو عندي حرف فيرب آخره او قبل في حرف واحد بس متحرك مكانه قبل الاخير ومفيش اكس ولا دبليو ولا واي. تعالوا نشوف الاكزامبلز بتاعتنا. لو انا عندي فيرب زي فيرب رين، بصوا رين، بصوا على رين ده فيها 2 فاولز، 2 متحركين، خلاص احط ING عادي، ما اعملش هنا دبل، احط ING عادي عشان عندي 2 متحركين. طيب بصوا الفيرب ده زي فيرب اسمه سينج، يغني، سينج اهو يا ميس واحد فاول اهو، واحد بس متحرك. اقول لك ماشي بس مش هنعمل دبل. ليه مش هنعمل دبل؟ عشان هنا الاي مكانها مش قبل الحرف الاخير، فاحط ING بس، هيبقى سينجينج احط ING بس. طيب لو انا عندي فيرب زي فيرب كات، يقص، كات اهو يا ميس 1 فاول، اقول لك تمام هنا هنعمل دبل. ليه؟ واحد بس متحرك قبل الاخير ومفيش لا دبليو ولا اكس ولا واي، يبقى هنعمل دبل للتي وهيبقى cutting. طب انا لو عندي فيرب زي فيرب work، يعمل work اهو يا ميس واحد فاول بس، واحد متحرك بس اقول لك ايه؟ مش مكانه المكان الصح. المكان الصح فين؟ قبل الاخير، هنا مكانه مش قبل الاخير، يبقى هنحط ING بس، يبقى working يعمل. طيب لو انا عندي فيرب زي فيرب listen يسمع اهو يا ميت واحد بس اهو، في واحد قبل الاخير، بس بقول لك مش هنعمل دبل هنا. ليه مش هنعمل دبل؟ علشان عندنا تو فاولز، عندنا الاي وعندنا الاي، فهنا مش هنعمل دبل، هنخليها listen زي ما هي ونضيف لها ING. طب انا لو عندي فيرب زي فيرب draw يا ميس فيها واحد بس فاول،
بس ومكانه قبل الأخير، بس هنا مش هنعمل دبل. ليه مش هنعمل دبل؟ ما بنعملش دبل للدبليو. الدبليو ولا الإكس ولا الواي ما ينفعش نعمل فيها دبل، ما ينفعش نكررها، فتبقى drawing. طب لو أنا عندي cook، يطبخ cook، ده two vowels، خلاص ما فيش حاجة نعملها في two vowels، اتنين متحركين، يبقى نحط ing على طول. طب أنا لو عندي take آخره E، الإي حرف من الحروف اللي ما ينفعش تحط جنبها ing، هيبقى take ونشيل منها الإي ونضيف ing، يبقى taking.